بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يوم جديد وروتين جديد وطاقة إيجابية جديدة يا حبايبي متابعيني دايما مشرفين ومنورين في قناتي. يا رب ما تحرم من دعمكم لنا أبدا يا رب. تعالوا نشوف النهارده الغدا بتاعنا يا حبايبي. هناكل عيش من الآخر كده في الحر ده. الرز مش بيتبلع وتقيل وبنفضل تعبانين طول اليوم وطول الليل. احنا هناكل النهارده عيش يا حبايبي بالعيش الجميل اللي كنا عاملينه الناشف الفلاحي ده. هنعمل باميه النهارده وبتنجان وحاجات بقى ايه التحابيش بتاعتها دي. وتعالوا النهارده نشوف يا حبايبي الفيديو الجميل ده، يا رب يديم نعمه علينا وحفظها من الزوال. تعالوا نقول بسم الله ونصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. وتعالوا نشوف الباميه دي يا حبايبي. انا كنت يعني مفرزاها ما شاء الله، لونها اخضر وجميل ازاي، ما اتغيرتش لونها ولا اي حاجه. تعالوا نشوف كده، نصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم ونبدا مع بعض الفيديو ده. معانا كده يعني بصله معقوله كده، قطعناها ايه قطع صغيره كده، يعني مش يعني رفيعه كده، ما تكونش كبيره. وهندبلها يا حبايبي في الزيت. احنا مش هنعملها يعني مش هنقلها، لا لا لا، احنا هندبلها مع قرن الشطه الحراق ده وقرن فلفل رومي. وبعد كده حطيت قرن احمر بس مش ما كانش دلوقتي، ماشي يا حبايبي هتشوفوا دلوقتي. طيب احنا هندبل البصله دي مع الفلفل الاخضر والحراق ده عشان خاطر ايه يدي ريحه وطعم حلو. بعد كده ما يدبل كده مش زي ما انا قلت مش زي ما انتم شايفين كده. هو مش لونها البصله مش مغمقه يا حبايبي، دي هي فاتحه خالص دوبك كده بقت شفافه. هننزل عليها بالباميه بتاعتنا وهنقلبها بقى مع بعض كده ونسيبها الريحه بقى بتاعتها كده تاخد وتدي مع البصله دي بقى ما شاء الله، تشم الريحه بتاعتها من قبل ما تتطبخ. ريحتها بتبقى جميله جدا بالطريقه دي يا حبايبي. هنحط بعدين كده ايه نص معلقه سكر، ما تنساش طبعا زي ما متعودين مع بعض، وملح كمون كزبره ناشفه ورق لوري. وهنقوم ايه يا حبايبي حاطين البهارات دي وهنسيبها مع بعضها برده شويه كده. وفي عصره ليمونه بس هي شكلها ما تصورتش يا حبايبي، لازم تدي طعم حلو قوي قوي للباميه وما تخليهاش كده فيها المطه بتاعت الباميه دي يا حبايبي. وهنسيبها على نار هاديه كده لحد ما يعني ما تدبل معانا كده وتبقى لونها شفاف كده مع البصله. هننزل عليها بالطماطم الحمراء الجميله دي ونسيبها على النار هاديه لحد ما تستوي ما شاء الله. ويعني تخش في السوا كده هنعمل لها بقى الايه الطشه بتاعتها بقى توم كزبره ناشفه، يعني توم وكزبره ناشفه بس فقط ما فيش غير كده. وهنعمل ايه يا دوبك التومه تدبل كده ولونها تبقى شفافه، هننزل عليها بالكزبره. ونزلنا ما شاء الله على الباميه بتاعتنا، وكنا حطينا القرن الاحمر اهوت برده ما تصورش اللي هو الحراق ده يا حبايبي. ما شاء الله وطعم وريحه بقى وجميله جدا. وعملنا بتنجان بقى. البتنجان ده طريقته يا حبايبي كذا مره عملته ما قلتلكوش عليه. انا بسيبه كده يعني بعمل له يعني ايه شقه في النص كده من بطن البتنجانه كده، وبقوم ايه ساعات وساعات لما تكون كبيره. وبقوم حاطه مثلا قيمه معلقتين 3 زيت ومعلقتين 3 ميه، وغطوا عليها بغطا وما شاء الله يديك الايه هيستوى بقى زي الزبده كده. وبعد كده تعصروا عليه ليمون وهو سخن مولع نار قبل ما تحط التتبيله بتاعته يا حبايبي. توم كزبره وبعد كده ايه فلفل اخضر او احمر بقى يا حبايبي مع التتبيله بتاعت التوم دي، بتدي ريحه وطعم جميله كده نيه، بتبقى ريحتها حلوه قوي. عايزه اقول لكم بقى لو وصلتوا مع المقطع ده حط لكم كومنت الحلو كده واللايك الجميل يشجع الفيديوهات دي، وفعلوا زر الجرس يا حبايبي. يا رب كده فيديوهات تنول اعجابكم يا حبايبي. ولا تنسوا اللايك اللي بيرفع الفيديو والكومنت الجميل اللي يشجعنا نعمل لحضراتكم فيديوهات. يا رب فيديوهات لي بحضراتكم يا حبايبي. مع السلامه.